القطايف بقى وجمالها. هنعمل النهارده القطايف من الألف للياء، من أول العجينة لحد ما نحمّرها بالحشوة، هتبقى تحفة. هنعملها النهارده من غير الخميرة نهائي، يعني مش هنحط خميرة ولا هنحط سميد بسبوسة ولا كمان هنعملها في الخلاط، هنعملها النهارده على إيدينا وهتطلع ناجحة إن شاء الله من أول مرة. يالّا بينا نبدأ الفيديو. أنا اسمي زوزو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويالّا نقول بسم العطرة حبيبة قلبي، أم النور، ونبدأ كده على طول. مبدئيًا كده هنعمل الشربات أو السيرب اللي هو العسل بتاع البسبوسة، هيكون تقيل حبة مش تقيل أوي، كوباية سكر وكوباية مَيّة وعصرة نُص ليمونة. ولو مش عندِك نُص ليمونة تقدري تحطي على طرف المعلقة الصغيرة كده ملح ليمون. وهنحط كمان فانيليا بني سايلة، الفانيليا دي تجنن في الحلويات، أحلى من الفانيليا البودر. كده تمام، هنرفعهم على النار لمدة 10 دقايق بالضبط. بُصّوا، النار هنا يعني هي العين الصغيرة، يعني النار تحسّوا كده إن هي وسط، لو العين الكبيرة هتهدّوا طبعًا النار، ما تخلّوش يعني النار عالية وتقعد 10 دقايق وخلاص. عندي هنا الدقيق، هاورّيكم هنا الدقيق اللي أنا باستخدمه لجميع الأغراض، لكل حاجة، مش نوع معيّن يعني، أي نوع استخدميه ما فيش مشكلة، مكتوب عليه لجميع الأغراض. أول حاجة هاجيب المَج اللي هو العادي اللي بنشرب فيه الشاي اللي في كل بيت، هاخد مَج واحد، يعني الكمية اللي أنا عملتها النهارده عملت تقريبًا 13 واحداية كده من القطايف بكوباية واحدة بس. هانخلها كده أول حاجة علشان لو فيها أي تكتلات لإن أنا مش هاعمله في الخلاط، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وزي ما اتفقنا كده مش هنعمله بالخميرة خالص. بعد كده هاحط معلقتين كبار سكر الحبيبات العادي، ومعلقة كبيرة من النشا. ولسه هاحط كمان يا دوب ذرة صغيرة كده من الملح زي ما أنتم شايفين. كل المكونات هاكتبها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف علشان الناس اللي بتقول لي أنا مش عندي نت وكده والباقة يعني بتخلص والكلام ده، هاكتب لكم إن شاء الله على كل وصفة المقادير بتاعتها. المهم شايفين هنا استخدمت كوباية مَيّة، وأنا هنا مش هاقول لكم هنستخدم مَيّة قد إيه علشان كل نوع دقيق بيفرق عن التاني. أنا استخدمت هنا كوباية مَيّة أول حاجة، وبعد كده جبت ربع وربع تاني، يعني أنا حطيت دلوقتي ربع كوباية مَيّة، وهاقلّب العجينة كويس أوي علشان أشوف القوام بتاعها محتاج مَيّة والّا لأ. طبعًا هنا أنا هاختبره بالمعلقة، هاحس إن هو تقيل شوية، فهاجيب ربع كوباية تاني. بُصّوا، هاورّيكم هنا شايفين هو واضح جدًا إن هو لسه تقيل، بُصّوا، فهاجيب ربع كوباية من تاني وهاحطها. كده أنا استخدمت في الوصفة بتاعتي كوباية ونُص مَيّة، لإن طبعًا على حسب احتياج الدقيق، في دقيق كده يشرب سوائل وفي دقيق مش بيشرب خالص. أنا الدقيق اللي استخدمته النهارده كان قابل معايا مَيّة. هاقلّب شوية كده وهنشوف العجينة مع بعض محتاجة مَيّة تانية والّا لأ. تقريبًا كده حلو جدًا. هاقول لكم بقى تعرفوا العجينة ناجحة إزاي. هترفعوا المعلقة بالشكل ده وهتنزلوا كده بإيديكم تعملوا خَط، لو ناحيتين العجين اللي على الجناب دول ما قفلوش على بعض يبقى كده تمام زي ما أنتم شايفين. أنا باعمل خَط بإيدي كده والخَط عندي ثابت زي ما هو، يعني العجين ما قفلش على بعض ولا أي حاجة، كده العجينة ناجحة 100%. هاوريها لكم تاني دلوقتي. هترفعوا المعلقة بالشكل ده وهتعملوا خَط كده بالصباع، هتلاقوا الخَط زي ما هو. لو الخط قفل على بعض شايفين؟ لو الخط قفل على بعض تعرفوا العجينة سايلة، لازم تزودوها دقيق، فكده العجينة 100% ناجحة. المهم هاغطيها بالاسترتش وهاسيبها نُص ساعة، نُص ساعة ترتاح مش تخمر، علشان إحنا مش حاطين خميرة ولا أي حاجة. واللي هتقول لي ممكن أحط خميرة، لأ، جربيها بالطريقة دي هتعجبِك جدًا على فكرة. المهم هاسيبها نُص ساعة ترتاح لحد ما نشوف الشربات استوى والّا لأ. هنيجي كده على البوتاجاز، بُصّوا فاضل كده حبّة صغيّرين وهنطفي عليه النار على طول. الشربات هنا أنا عايزاه تقيل حبّة صغيّرين مش تقيل أوي يعني، يكون يعني كده تقيل بسيط خالص، علشان لمّا نحط القطايف، القطايف تطلع كده بتلمع، مش بتكون مثلًا شاربة الشربات اللي هو الخفيف وتبقى مطفية، لأ، إحنا عايزين الشربات يكون بين البينين، ما يكونش تقيل أوي ولا خفيف أوي، علشان إحنا عايزين القطايف تكون شاربة العسل بتاعها وفي نفس الوقت تكون بتلمع. شكلها تحفة كده لمّا بتكون بتلمع. المهم خلاص كده عدّى على العجينة نُص ساعة، هنبتدي على طول نقلّبها تقليبتين برضه كده الأول لازم، علشان لو فيها أي فقاعات ولا أي هوا تطلع منها. عارفين أحلى عجينة ممكن تعملوها بجد، ولا خميرة ولا سميد بسبوسة ولا هتعملوها في الخلاط ولا هتتعبوا نفسكم، كل حاجة كده على إيديكم وأنتم واقفين، حاجات كده بسيطة. المهم قلّبتها تقليبتين 3 وبعد كده جِبت حاجة كده ليها بوز علشان أعرف أعمل الدايرة بتاعة القطايف،
وأعرف كمان أتحكم فيها سواء أعملها كبيرة أو صغيرة. بصوا، يا ريت يعني أي حاجة كده شفشق مثلا ليه بوز أو أي حاجة، هنحط فيه العجينة نصها مثلا كده، وبعد كده هنحط على طول على البوتاجاز. عندي هنا الطاسة تكون سخنة، السخونية بتاعتها العادية، بس ما تكونش السخنة اللي هي موحوحة قوي دي، لا، لأن أول ما تحط أول واحدة تلاقيها اتلسعت على طول. تكون سخنة عادية، وبعد كده النار هنخليها وسط. أول ما نحط هتشوفوا المنظر، العجين من فوق كده بدأ يختفي وبدأت تستوي. أنا هصور لكم خطوة خطوة زي ما انتم شايفين كده. تمام، أول واحدة هنشيلها، ويا ريت لما نعمل القطايف نعملها في طاسة تكون غير لاصقة علشان تطلع معانا سليمة كده، ما تكونش مقطعة ولا تكون متلزقة. بصوا شايفين المسام بتاعها تحفة، من فوق كده الفتحات بتاعتها باينة، ومن تحت المسام الضيق. هي دي القطايف الناجحة، والعجينة كويسة جدًا. لو جربتوها هتعملوها على طول على فكرة من غير الخميرة ولا السميد، ولا تعملوها في الخلاط ولا تتعبوا نفسكم أصلًا. بُصّوا كل حاجة عملناها على السريع كده على إيدينا. هنعمل واحدة تانية، طبعًا أنا عملت حجم كبير علشان هنحشيه جبنة موتزاريلا. القطايف مش للحشو الحلويات وبس، لأ، ممكن تعمليها حادقة، وفي نفس الوقت بقى نحط عليها عسل كده من فوق تحفة. بُصّوا هنا بعد ما طريت شوية، طبعًا لازم تكوني مجهزة جنبِك صينية كده أو طاسة عليها فوطة، علشان أي حاجة نطلعها نحطها على طول ونغطيها، لأن طبيعي يعني هنطلعها كده هتكون ناشفة حبة صغيرين، فهتطلعيها على الفوطة على طول وهنغطيها. شايفين الجمال؟ تجنن، بأمانة أحلى قطايف هتعملوها. وبُصّوا أي حد يعملها من أول مرة مش هتفشل معاه. كمان أول واحدة هتعملوها في الصينية، لو ما طلعتش معاكم زي ما عملت من أول مرّة كده ما فيش مشكلة. ناس كتيرة على فكرة مش بتضبط معاهم أول واحدة اللي بنصُبّها في الصينية، ما فيش مشكلة خالص، ولا تزعلوا ولا تتضايقوا، عادي بتضبط من التانية والتالتة عادي. بعد كده تكمّلوا كل الكمية بتطلع زي الفل. عملت 3 كده كبار والباقي حجم صغير، اللي هو العادي يعني، بس مش صغير أوي برضه. في قطايف كنت باجيبها من برّه صغيرة جدًا، لكن دي حلوة جدًا بصراحة، الحجم بتاعها تمام. أول 3 من فوق دول اللي هاعملهم جبنة موتزاريلا. شايفين لونهم تحفة، شايفين المسام ضيّق جدًا وباين كده وطرية وتقدري تشكّليها. يعني بُصّوا من الآخر كده أحلى عجينة قطايف هتعملوها بجد. جرّبوها بنفس الطريقة دي، هتعملوها وهتنجح معاكم من أول مرّة. شايفين اللون؟ لونها دهبي كده ومش محروق ولا أي حاجة، تحسّوا كده شاريينها من برّه وأحلى كمان. إحنا بنعمل أحلى حاجة في البيت، حاجة نضيفة ومضمونة. المهم عندي هنا الحشوة، عندي زبيب وعندي جوز هند مبشور وعندي كمان فول سوداني متكسّر كده يعني في المطحنة. المهم هاخلطه كلّه مع بعض من غير سُكّر، وهنبتدي نحشي على طول. أول 3 دول هنعملهم آخر حاجة بالجبنة. بُصّوا شايفين شكل القطايف حلوة إزاي؟ هاحط كده حبّة حلوين. طبعًا الحشوة دي اللي أنت عايزاه. أنا هاعمل آخر حاجة هاعمل فيها كده كريمة، بس ده آخر حاجة يعني، وهاقول لكم إزاي وهاعملها إزاي. طبعًا اللي عايز يحط شوكولاتة في قلب القطايف كده ويدوس عليها ويقفّلها كويس ويقليها في الزيت ما فيش مشكلة على فكرة، بس أنا حبيت يعني إن أنا أحط الشوكولاتة هاحطها على الكريمة من برّه. بُصّوا بقى كده في الخطوة دي، بعد ما قفّلت كويس بإيديّا هادوس عليها بالشوكة علشان أتأكد إن هي اتقفلت تمامًا، بس كان في فتحة واحدة من على الجنب كده، اللي هي البوز الصغير ده ما كانتش اتقفلت كويس فهتفتح مني في الزيت. هي دي واحدة بس بصراحة، ما كانتش اتقفلت كويس، فأكدي على التقفيل كويس. بُصّوا هاقفّل تاني أهو، وهاعمل بنفس الموضوع بالشوكة، يعني بعد ما أقفّل بإيدي وتدوسي يعني ما تخافيش، تدوسي. أنا كنت يعني أول واحدة ما دوستش عليها كويس في البوز بتاعها، فلمّا حطيتها في الزيت الجنب الصغير كده اللي هو البوز ده فتح معايا، والباقي كله كان تمام وهتشوفوا كل حاجة. شايفين بعد ما بنعملها بالشوكة كده بتدّي شكل تعريجات حلوة جدًا، تحسّوا كده شكل منقوش، فشكلها حلو وفي نفس الوقت بتقفّل الحاجة كويس جدًا. بُصّوا أنا تقريبًا عملت 5 أو 6 بالحشوة، وعملت 3 بالجبنة الموتزاريلا صيامي برضه، وكام واحداية بس كده عملتهم ودن الفار، أنا مش عارفة بتسموها إيه بصراحة. شكل ودن الفار كده، باقفل ناحية واسيب الناحية التانية. هنعمل واحدة أهي، هنمسك كده وهنعمل طرف من على الجنب زي البوز كده ولحد نُص الدايرة، وبنقفلها برضه بالشوكة علشان ما تفتحش معانا في الزيت. ما أعرفش بصراحة الشكل ده بتسميه إيه كده، ودن فار والّا إيه مش عارفة بصراحة،
بس هي دي اللي هنحشي فيها الكريمة، وهنحط عليها مكسرات، وهنحط عليها كمان الشوكولاتة. لو انتوا حابين الشوكولاتة من الأول تقفلوا عليها كويس وتدوسوا عليها بالشوكة، مفيش مشكلة على فكرة، بس أنا حبيت يعني إن أنا أعمل الشوكولاتة من بره. بصوا، آخر 3 كبار اللي أنا عملتهم أول حاجة هنحط فيهم جبنة موتزاريلا. عارفين الطعم بتاع الجبنة الموتزاريلا في القطايف يجنن، بأمانة جربوها، حلوة على فكرة. يعني مش لازم القطايف للحلو بس، لأ، ممكن حلو وحادق برضو، وفي نفس الوقت بحط عليها شربات، يعني ميكس كده بين حلو وحادق، بجد تجنن. جربوها بالجبنة هتعجبكم جدا على فكرة. دي آخر واحدة تقريبا، وبعد كده هقفلها كويس زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وهنيجي على البوتاجاز في نفس الطاسة برضو اللي عملنا فيها كل حاجة، هنحط فيها زيت، والزيت عادي مش غزير يعني. المهم شايفين هنا الشربات برد تماما وتقل وحاجة كده عسل، يعني أول ما نحط فيه القطايف هيشرب العسل، وفي نفس الوقت هيكون بيلمع كده وجميل. المهم هنا الزيت عندي سخن، بس برضه ما يكونش سخن قوي للدرجة. أنا كنت باختبر أهو البوز بتاع القطايف، يا دوب حسيت كده إن هو بيعمل فقاقيع صغيرة، فرُحت حطيته على طول، مش عايزاه سخن قوي يعني، علشان ما يلسعش الحاجة ويطلع شكله كده مغمق في الآخر. عايزينه لونه دهبي زي اللي بيتباع برّه بالضبط، وأحلى كمان وأنضف. بُصّوا، كل شوية ما باكمّلش حاجة وأقلبه على الناحية التانية. بُصّوا هنا اللي هي فتحت البوز بتاعها كنت باحاول أقفلها، بس الباقي كله تمام. كل شوية باقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون دهبي جميل زي ما انتم شايفين المنظر الحلو ده. القطايف هنا سخنة والشربات يكون ساقع. أهم حاجة ما يكونش سخن برضه علشان الحاجة ما تعجنش، ويبقى مقرمش كده ومحتفظ بالقرمشة بتاعته، مقرمش من بره وطري وجميل كده من جوه مع الحشوة والشربات. المهم أنا خلصت كل الكمية، شايفين الجمال تجنن، اللون دهبي كده، اللون عايزة أقول لكم أحلى من كده تاني. هنيجي بقى على شوية القطايف الرص الحلو ده، هنحط عليه سوداني كده، ممكن تحطي المكسرات اللي تعجبك، ممكن تحطي فستق، ممكن تحطي كمان جوز هند مبشور، والتلاتة اللي في النص دول اللي فيهم الجبنة الموتزاريلا هنحط عليهم شربات كده زي ما قلت لكم، حلو وحادق في نفس الوقت. يعني لما تاكلي كده الجبنة حادقة وفي نفس الوقت في حاجة كده مسكرة، يعني الطعم بصراحة خطير. هنيجي بقى لودن الفار اللي احنا عملناها، معرفش اسمها ايه، هنحط عليها كريم شانتيه خام صيامي. ده انا جايباه من مستلزمات الحلواني صيامي، مش عليه لبن ولا عليه اي حاجة. المهم ده نباتي. ضربته كده بالمضرب الكهربائي، وبعد كده جبته وحطيته في كيس حلواني، وفي كل ودن عملناها هنحط كريمة كده، وهنحط عليها فول مجروش، وهنحط عليها قطع فراولة. ممكن تحطي قطع مانجا، ممكن تحطي قطع مثلا برتقان، اي حاجة تحطيها. حشوة القطايف دي انتي ومزاجك. الشوكولاتة هنا حطيتها على الكريمة، يا سلام، عايزة اقول لكم الطعم كان خرافة بجد، عسل كده. شايفين المنظر؟ انا عملت طبعا كوبايه دقيق واحده على قدي، فانت طبعا ممكن تضاعفي الكميه وتعملي كوبايتين دقيق، هيطلع معاكي كميه حلوه قوي. شايفين المنظر حلو ازاي؟ هنبتدي نفتح بقى اول واحده بالجبنه، بالامانه تجنن، عسل كده. بصوا الحشوه في النص جبنه موتزاريلا بتمط وحاجه كده قمر، بالامانه تحفه. جربوها تعجبكم على فكره. انا طبعا لسه هاكل، فطبعا ده لازم يعني ادوق علشان اقول لكم رايي ايه. عارفين، هشة كده من جوه، مش مكتومة ولا معجنة، بالأمانة تجنن. بصوا دي بقى تجنن، عسل. الكريمة مع الفول السوداني مع الشوكولاتة ميكس كده طعمهم حلو قوي. ولسه هنفتح واحدة بالمكسرات تجنن، بالأمانة عسل، هشة كده ومش مكتومة. وبكده أنا خلصت الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. أشوفكم تاني قريب، وباي باي.